يا لو سمحت حبيبتي. انا عندي سؤال عايزه نساله. هو انا والدي يعني موجود، بس احنا 3 بنات وولدين. امم. وهو احنا عندنا يعني زي محل كده، اخويا هو اللي واقف فيه طول عمره وشغال فيه يعني. فجه فجأة قال ان المحل ده هيبقى بتاعي ومحدش منكم له حاجه. وباباكي عايش؟ اه بابا عايش، ماشي. وهو بابا موافق. بابا قال ايوه هو تعبه وهو واقف على فيه وهو حقه يعني. امم. فانا هراضيكم من يمه تانية، فهتراضينا ايه؟ قال ان انا هندي لكل بنت 10,000 جنيه، وهندي لاخويا التاني مبلغ، وهو مدي لاخويا التاني الصغير مبلغ. كان مش بيشتري شقه يعني واحتاج المبلغ ده، فقال له اللي انا هنديهولك ماشي. فاداهوله. فاحنا كبنات يعني احنا مش موافقين، حتى اخويا نفسه مش موافق يعني ان احنا نتنازل عن كده. فبس احنا طبعا عشان ما نزعلش بابا بنقول له خلاص ماشي اللي انت شايفه. فهو بصراحة حتى بابا لما كان جوزي تعبان هو كان واقف جنبي وكان يعني بيساندني واللي انا محتاجاه يعني كان بيديهولي. فانا دلوقتي جوزي شغال كويس يعني وبيديني قرش كويس. فانا ممكن علشان خاطر ان هو مثلا جوزي بعد كده بعد عمر طويل لبابا، فممكن يحرمني من اخواتي، يقول لي لا ما تروحيش ما دام اخوكي ضحك عليكي فما انتش رايحه هناك تاني. فانا ممكن من المبلغ اللي جوزي بيديهولي دوت ان انا مثلا ادخر قرش، اخش جمعيه، اعمل شيء على اساس ان هو لما يقول لي اقول له ايوه ان هو اداني حقي وانا اللي مودياهوله او مورياهوله. تزودي على ال10 دول عشان يبقى على مبلغ معقول شويه، عشان ما يقطعكيش من اهلك عشان ما او يقطعش صلة يعايرك الرحم يعني. ما بيني وما بين اخواتي، وانا طبعا بنحبهم. بس انا عاوز اسالك سؤال بس، هو جوزك بيديك الفلوس ده مصروف ليك انت تتصرفي فيه؟ لا هو جوزي مسافر وبيبعت لي قرش للبيت. قرش مصروف البيت للبيت يعني. وانت عاوز تاخدي مصروف البيت؟ اه تعمل بيه جمعيه؟ لا لا، ما ينفعش. وانا طب هقول لحضرتك، اولا ما ينفعش ان الزوج يتدخل في ميراث، ده خدت من ميراثها ولا ما خدتش، بس هو لا. شكله هيتدخل انا على كلامها يعني. خلينا نتكلم في الاصل. الصح. خلينا نتكلم في الاصل ان الزوج ده يا بنتي ده حقك، عاوزه تتنازلي انا ماليش علاقه بيه. طلع نفسك من الدايره دي، مالكش علاقه بيه، ما تبقاش قاعد كده باصص لها، دي فلوسها، والمراه لها ذمه ماليه خاصه، وما ينفعش اللي انت تتعدى على مالها، تتنازل ما تتنازلش، تاخد فلوسها تمديها يمين، تتصدق بيها، انت مالكش علاقه. لكن انت ممكن تنصحها بس توجهها البوصله فين، تقول لها انا ارى ان المساله تبقى كذا، وان مش عارف المساله تبقى كذا، وتقول لك طب والله اخد ميراث ولا بتاع، انت حره، بس انا بقول لحضرتك يعني انا شايف الصح كذا بس. لكن حكايه لا وفين وضحكوا عليكي، لا، لا تتدخل بين زوجتك وبين اخواتها ابدا على الاطلاق. لو بقى اتدخل مش من حقه ان هو يدخل. ما هو مش من حقه ان هو يتدخل، بس هيقول لها اقطعيهم، هي خايفه من لا كده. لا لا يجوز. هي واضح انها عارفه، ما هو لا يجوز، بس للاسف في زي ما احنا عاملين حلقات النهارده ان ممكن الزوج يظلم مراته. طيب ما هو انا اللي انا هقدر اقوله ان لا يجوز للزوج ان هو يقطع زوجته عن اهلها، لا يجوز شرعا. لا يجوز، ولا يقول لها حتى لو قال لها كمان ما تروحيش، هو لا يجوز الطاعه في المعروف. يعني ما تروحيش، لا طبعا مش من حقك. انا زوجك، ايوه ده اخواتي برضو يعني، وربنا ما قالش كده الا انا اسمع كلامك في على المليان والبطال في الحلال والحرام، ربنا ما قالش كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وقال انما الطاعه في المعروف. ودي صله رحم. ودي صله رحم، وانا مش هيصيبني اللعن بسببك انت. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. واللعن معناه طرد من رحمه ربنا، وتبدا تذكروا بالله تبارك وتعالى. لكن ان هي تاخد من مصروف بيتها بدون علم زوجها لا. لكن لو ده مصروفها الشخصي بتاعها، يقول لها دي فلوسك. عارفه الزوجه احيانا انت كده يقول لها انا بعمل لي 500 جنيه في الشهر، 1000 جنيه، فهي بتاخد بتاعك انت اتصرفي فيه، تشتري بيه حاجه، تشتري بيه هدوم، اللي انت عاوزاه اعمليه، فتاخد خلاص بقت فلوسها، فتحطها وتقول له والله ده اخواتي عشان تخلص المشكله دي، مفيش مشكله. لكن ادام فلوس البيت للصرف والانفاق على البيت ما ينفعش ان هي تعمل الكلام ده.